في الحديث الشريف النبي صلى الله عليه وسلم عنده ولد يهودي يخدمه، ما هو مسلم لكن كان يخدم النبي ومحب للنبي، وهو كافر يهودي، مرض أصابه مرض شديد، جاء النبي إلى بيته يزوره ووالده كافر يهودي. لأجل تعرفون كيف السلوك، فلما جاء النبي كان الولد ينزع للموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. التفت إلى والده قال له والده: أطع أبا القاسم. شوفوا البركة والرحمة. قال له: أطع أبا القاسم. قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، وخرجت روحه. قال: الحمد لله الذي أنقذه من النار. عاد شيء أحسن من هذا الدين؟ عاد شيء أحسن من هذا التمكين؟ عاد شيء أحسن من هذه الصفات التي تركها لنا الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ متى مدارسنا بتربي عيالنا على هذا؟ متى بناتنا بيتربوا على هذا؟ عاد جبريل بينزل مرة ثانية؟ عاد حد شيء بيظهر نبي؟ كل شيء مبني علينا وعليكم اليوم. إذا عندي علم وجب علي أن أبسط لكم حتى أحببكم للرب وأحببكم للنبي، وأنتم تحببون أولادكم، يكثرون من الصلاة على رسول الله. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكشف حجاب القلب. حجاب القلب مخيف. أنتم تقولوا في زمانكم خارج التغطية، يوم تعلمتوا دحين ذي الأجهزة، والله يا كم من قلب خارج التغطية ولا عنده صلة بالله سبحانه وتعالى ولا برسوله. دور لك على شيء يقرب لك التغطية حتى تتحرك ويتحرك قلبك وروحك. وإذا تحرك قلبك وروحك بترى صور ما هي الصور اللي يحركونها الناس، بترى صور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، وصور الصالحين والأولياء والأنبياء والأتقياء وأهل السر وأهل النظر وأهل الولاية وأهل المراتب. كون الله ملآن بالخلق في عالم الروح. أما عالم الحس ذله كله بسيط ما يساوي شيء، 60 سنة وراح إنسان وذهب من الدنيا. لكن أين هؤلاء الذي كانوا موجودين في عالم المعنى، في عالم الروح؟ وعالم الروح أقوى. يقول الحبيب عبد الله حداد في كلامه: نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. إذا عرفت حقيقتك أنك في الأصل روح، وقبل ما تولد في الوجود أنت روح، وبعد ما تموت تتحول إلى روح. وعالم الأرواح من العوالم التي اختارها الله لأجل يبقي فيها سر نفخته. ألم يقول: ونفخت فيه من أين؟ من روحي. هذه هي إذا اعتنيت بها في الدنيا ظهرت عليك سر الروح. وأما إذا اعتنيت بجسمي بجسدي، آكل وأشرب وأنام وأنكح وأضحك وألعب وشهوات وعبث وما إلى ذلك، أنا أعطيت جسمي حقه، وبعد ذلك تحول إلى جثة. أعطيت جسمك حقه تحول إلى جثة. أين روحك؟ أين الذكر؟ أين الصلاة على الحبيب؟ أين القيام بالواجبات الشرعية التي تحيي روحك؟ ولهذا أناس في الدنيا صح أجساد، لكن غلبت عليهم صفة الأرواح. وإذا غلبت عليك صفة الروح تحرك خاطرك حتى لما تحضر مجلس الصلاة على النبي.